السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم حاجات كتير حلوه قوي من السوبر ماركت، هعرفكم عليها وقد ايه حلوه وجميله قوي في الدايت. بتخلينا ننوع وبتقلل من حصتنا اليوميه في السعرات الحراريه. خليكم معايا. اول حاجه جبتها ده السكر اللي انا بستخدمه. لكل الناس اللي سالوني انت بتستخدمي سكر ايه، انا بستخدم سكر سويتال. في انواع كتير جدا جدا من السكر، في الغالي وفي الرخيص، بس انا مرتحتش الا على سويتال لانه زي ما بيقولوا ماسك العصايه من النص، اللي هو سعره غالي قوي وفي نفس الوقت فيه مميزات بتاعه السكر الغالي. السكر ده حلو جدا يا جماعه، ما بيغيرش طعم الشاي ولا القهوه ولا المشروبات نهائي. انا بستخدمه تقريبا بقالي اكتر من سنتين. حلو جدا جدا جدا، حلو في الشاي وفي القهوه والمشروبات، وبرده ينفع للخبز والطبخ وكل حاجه، وما بيمررش الشاي نهائي. حلو جدا جدا، لازم تجربوه. احلى حاجه فيه انه مفيهوش لا سبارتم ولا سكرين ولا سيكلمايت ولا مواد حافظه. بجد هايل. خشوا شوفوا الحاجات دي على النت وتعرفوا ان ليها اضرار فظيعه. فده سكر بجد جايب من الاخر، وطعمه حلو قوي قوي قوي، وسعره مش غالي. يعني العبوه دي مثلا 50 كيس، دي بالظبط بكام؟ كنت جايباها ب 40 جنيه. زي ما احنا شايفين الدليل او بيان القيم الغذائيه بتاعه كله زيرو، مفيش اي حاجه فيها حتى رقم، كلهم زيرو، مفيش اي حاجه. والعلبه دي في منها بما يعادل معلقه سكر، وفي بما يعادل معلقتين سكر. وبرده العلبه زي ما احنا شايفينها ده شكل تاني من السكر. العلبه دي جواها السكر بيبقى سايب. فبراحتنا بقى نحط 2 3 10، مفيش اي مشكله خالص للناس المدمنه السكر. انا كنت الاول بجيب، وده مثلا دي برضو عبوه شكل تاني. انا كنت بجيب العلبه دي الاول زي ما احنا شايفين الباكت ده كنت الاول بجيبه، كنت بستخدم منه مثلا 2. ده الواحده من الباكت ده بتعادل معلقتين سكر. فكنت مش يعني كنت بحبه جدا. وبعدين مع الوقت بقيت اقلل الحصه بتاعتي، فلقيت نفسي ياخد تقريبا معلقه. فبقيت اجيب الباكت اللي احنا شايفينه اللي هو الرفيع ده بيعادل معلقه سكر واحده. صدقوني حلو جدا جدا وموفر جدا جدا معايا. انا بالنسبه لي اللي هو معلقه سكر واحده دلوقتي تبقى مناسب جدا بالنسبه لي، لان انا مبقتش يعني ليا تقل على السكر زي الاول. طبعا مناسب للي بيعملوا دايت، ومناسب للناس اللي عندهم سكر او لازم يتبعوا نظام غذائي صحي. فجربوه يا جماعه، سكر سويتال هايل، بيجيب من الاخر وطعمه حلو جدا جدا جدا. بس خدوا بالكم من الحاجات اللي قلت لكم عليها. تمام. تاني حاجه معايا النهارده الرايس كيك ده حاجه كده معجزه، حاجه تحفه، طعمها حلو قوي قوي قوي. ده بديل للتوست، بس ده توست الارز او توست الارز. تمام. حلو جدا جدا، فيه مميزات حلوه قوي لانه مفيهوش جلوتين ولا فيه كوليسترول ولا وخالي من اي خميره. والدهن او الدهون فيه يعني هو خالي من الدهون بنسبه 99%. وطبعا طعمه كرانشي وحلو قوي، وسعراته يعني قليله جدا. زي ما احنا شايفين الواحده بس في الكلاسيك، النوع الكلاسيك اللي هو الازرق ده 27 كالوري. والنوع ده بحبه البركه الوزن بتاع العبوه 125 جرام، والواحده بس من التوست الرز دوت 26 كالوري. يعني حاجه كده كلام فارغ زي ما بيقولوا. فحلوه جدا، طعمه حلو قوي. هقول لكم طعمه قريب من ايه. طعمه قريب من طعم الفشار. طبعا مفيش حد في الدنيا ما بيحبش الفشار. ف ده طعمه زي طعم الفشار بالظبط المقرمش. هوريكم شكله من جوه عشان تعرفوا حجمه قد ايه. بجد يعني حاجه فخيمه جدا، وانا فخوره ان في بلدي بنصنع منتجات حلوه كده. زي ما احنا شايفين ده شكله تمام، وخفيف جدا جدا جدا، مقرمش. وزي ما احنا شايفين اهو. بستخدم منه على الفطار عادي، ممكن استخدم منه في الغداء عادي، ممكن استخدم منه في العشاء كمان، مفيش ادنى مشكله. زي ما احنا شايفين اهو الاستراكشر بتاعه او التعليمات كله زيرو، مفيش اي مشكله خالص. الكربوهيدرات هنا حوالي 2/10 مثلا جرام. الفات 34 من 10. مفيش يعني مش حاجه خالص، يعني حاجات بسيطه قوي. طعمه حلو قوي قوي ومناسب جدا. مفهوش بقى
لا خميره ولا بيض ولا عجين ولا اي حاجه من الكلام ده. وبيوفر لنا حوالي الواحده بتوفر لنا حوالي 50 جرام، احنا اللي اصلا لينا في اليوم حوالي 250 جرام عشان نشبع من الكربوهيدرات. لا، ال 50 جرام بتوع الرايس كيك دول بيحسسونا بال 250 جرام بتوع درجه الاشباع بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده الخمسه من الرايس كيك دول بيعادلوا واحده توست واحده. واحده توست الواحده فيها 135 كالوري، لكن الرايس كيك الخمسه منه بيعادلوا 135 كالوري. فاحنا بنتكلم في ان 5 بيساوي واحده توست. التوست دي احنا بناخد مثلا منها في الفطار 2 3. طبعا احنا كده بنتكلم في ارقام فلكيه. فاحنا دلوقتي الخمسه بيساوي واحده توست، فاحنا كده يعني في الامان وفي السيف سايد جدا. طبعا زي ما قلت لكم في منه اطعام كتير وريحته حلوه جدا ومنتج فخيم بصراحه. ويعني انا فخوره بحاجه زي كده، ان احنا في بلدنا بنعمل حاجه حلوه كده وابتدينا نهتم بحكايه الدايت والصحه والاكل الهيلثي. بصراحه جربوه ولي رايكم في الكومنتس، ولو عايزين اعمل لكم ريفيو يعني مخصوص عنه هعمل لكم حاضر. مسك الختام بقى عندي شركه لينو. شركه هايله جدا يا جماعه، عامله مكرونه شوفان تجنن. طبعا احنا عارفين لينو مشهوره بالشوفان بتاعها اللي ملوش حل. في شوفان حبه كامله وفي شوفان يصلح الطبخ. اللي عملته بقى لينو عامله انواع مكرونات حلوه جدا لكل الناس عاشقه المكرونات. انا جربت المكرونه دي فعلا حلوه جدا جدا جدا. هي عباره عن مكرونه شوفان ودي سيمولينا، والاتنين مش مضرين خالص في الدايت، حلوين جدا وحلوه جدا، قوامها حلو جدا بعد ما اتسلقت. احنا عامه بنتعامل معاها زي اي مكرونه عاديه، بس الفكره ان احنا مش بنحس بالذنب واحنا بناكلها. تمام. العبوه دي عباره عن 400 جرام، كنت جايباها من اسواق بدر بحوالي 25 جنيه. حلوه قوي يعني، ممكن الناس تستغلها شويه بس هي فعلا يا جماعه تستحق ان احنا نجيبها، لان هي فعلا طعمها حلو وما بتعجنش، ما هي حاجه حجمها مناسب جدا وبيزيد وحاجه كده تملى العين زي ما بيقولوا. فشركه لين طبعا مش عامله مكرونات بس او شوفان، عامله كمان بسكوتات، عامله جرانولا بار، عامله حاجات كتير قوي حلوه بجد. يعني انا فخوره ان في بلدنا في شركه حلوه برضو زي شركه لين وكده بتعمل لنا المنتجات الحلوه دي، بجد بشكرهم. في ريسيبي كده ورا زي ما احنا شايفين، او وصفه للناس اللي مثلا مش عارفه تعمل بيها ايه. وصفه حلوه كده، مكرونه بالصلصه بقى وعليها حاجات كتير، وعرفك بتستخدمي منها قد ايه، بتحطي عليها ايه، بتعمل لك طبق زي ما احنا شايفين حلو كده. وزي ما احنا شايفين القيمه الغذائيه بتاعتها لكل 100 جرام بتساوي 361 كالوري، والتوتال فات فيها حوالي 3 جرام، فمش كتير. الفايبر 4 جرام 1 جرام، وما فيهاش اي شوجر خالص، اي سكر. البروتين فيها حوالي 12 جرام، التوتال كارب حوالي 70 جرام. فاحنا طبعا هناخد منها على قد حصتنا اليوميه ونقدر نعمل بيها. ان شاء الله اعمل لكم حلقه، مثلا انا جايبه النهارده اللي هي الاقلام دي عشان اعمل لكم حلقه باذن الله عن المكرونه البشاميل، لان مفيش حد ما اعتقدش انه بيحبش المكرونه البشاميل، وبصراحه شركه لينو انقذتنا بالحاجات الحلوه دي. فده يا جماعه الريفيو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو في اي حاجه عايزين تقولها لي، لو في حاجه ما فهمتوهاش، عندكم بقى الكومنتس وانا معاكم حبايبي في كل حاجه. بحبكم جدا وسلام.